لقيت نفسي قاعد زهقان، فانا رنيت على صبري اخويا وقلت له يلا بينا يا صبري نروح نتفسح في الجيزه. وهنا بقى وانا خارج من محطه المترو، وكان اول مره في حياتي اركبه وهتبقى اخر مره، لان بصراحه ركوبه ما عجبنيش خالص. طبعا احنا خارجين من البيت بدون فطار. قابلنا بقى مطعم فول وطعميه، مش هقولك على جمال طعم الاكل عامل ازاي هناك. بصوا يا جدعان، معايا البطاطس مقليه بطريقه غريبه جدا وجميله، لا تقول لي بقى سعد عمر ولا صدام حسين، الاكل هنا جميل بطريقه خياليه. طبعا انتوا عارفين اللي صبر ما بيريحش نفسه، وقابله واحد من جنوب افريقيا وقرر ان هو يتصور معاه، وقررت ان انا كمان اتصور معاه. هنا بقى واحنا لسه داخلين للاهرامات من ناحيه ابو الهول. بصراحه يا جماعه المنظر هناك جميل جدا جدا. اول مره اجي المناطق ديت، ايه الكلام ده؟ اخويا كريم اهو. ايه يا عم كريم اللي الدنيا فيها ده يا عم كريم؟ الحنطور مع يشتمونا اهو، ربنا يسامح. حتى الاجانب بيهزقوني. مش رجال مصريين. ايوه من الفيوم. ايوه صور ربنا يكرمك ويعمل شكرا. والله العظيم ما تستاهل. هو كده اخوك على سنه ماشي ماشي كده ولا كده؟ وده كريم. يا جدعان انا موت قناه فرهاد. ستك ام سحلوله اهيت. طب ماشي معايا بقى، ما نخشش من الباب. انا معاك من الباب. قلت له ايه؟ يا عم ما تعملش زوم. لا انا هنا ما تعملش زوم. هما الاجانب دول عمالين يقولوا انا عايزين نتصور مع السياح كريم. يا عم بيقول لك ما عادش حد بيتصور. الشيخ كريم. بصراحه بقى انا لاحظت هناك ان السياح اكتر من المصريين. بليد بدك لافير. بليد بدك لافير. اطرش ولا ايه؟ والله اطرش. ودي بقى اخر حته احنا دخلناها قبل ما نروح.
عشان احنا تعبنا من كتر اللف والجو هناك حر جدا. وزي ما انتوا شايفين خدنا الصورتين الجمال وقلت لصبري يلا نروح نتغدى. قابلنا بقى في السكه مطعم كشري مش هقول لكم على جمال طعمه. اهو يا جدعان جينا ناكل عند كشري كده في نهايه اليوم. في نهايه اليوم بقى قلنا نحبط بقى. اخويا وبعد ما اتغدينا والحمد لله قلنا نروح نحبس بكوبايتين قصب. بالراحة يا ابني الدنيا مش هتطير. ما شاء الله عليك يا ابني، شربت الكوباية على 4 مرات. كده تمام والحمد لله، نروح بقى. سلام عليكم.